لو فاكر ان كلية اعلام هي فانوس سحري هتخش الكلية تخرج منها عمرو اديب، ابراهيم فايق، او حتى احمد عبد الباقي، فانت غلطان. عشان كده انا جاي النهاردة ما اضحكش عليك باي كلام وخلاص واقول لك خش الكلية لان هي جميلة وحلوة وعليها مكسرات. بالعكس انا جاي لك ب5 مهارات لو مش عندك او ما عندكش الاستعداد انك تتعلمها فبلاش ترمي نفسك في التهلكة. فبعد الفيديو ده لو انت ما اتعلمتش المهارات دي ما اشوفكش تعتب ناحية باب الكلية، لو شفتك هناك هقطعك. ماسكوم بلاتفورم، بيتك للإعلام الرقمي. معاك احمد عبد الباقي، مقدم برامج وصانع محتوى رقمي، ليا تجارب كتير في الميديا والاهم ان لسه بجرب، وانا هنا في ماسكوم بنقل لك خلاصه التجربه. علشان كده لو انت مهتم بالاعلام ومحتاج اي فرصه تدريب سواء دخلت الكليه او لا، تقدر تملى الفورم اللي في الديسكريبشن او اول كومنت او في البايو، ايا كان بقى انت تتفرج علينا منين. ويلا بينا نخش بسرعه من المهاره رقم 5: تقبل النقد والاتهامات. بمجرد ما انت خدت قرار انك تدرس المجال ده او تشتغل فيه فلازم يكون عندك تفكير نقدي. بالمناسبة هتدرس الكلام ده في الجامعة. يعني ايه؟ يعني ببساطة انت داخل مجال فيه اراء مختلفة كتير، مش كل الناس بتفهم في الحاجة اللي انت بتفهم فيها، مش كل الناس عندها نفس الدافع اللي انت بتعمل بيه الحاجة دي، ولازم تتقبل فكرة الرأي والرأي الاخر لان دي مهنتنا. فالكلام ده لازم ينطبق على حضرتك، ان اي حد ينصحك نصيحة تعمل بيها. واحد زي لما يوجهك لحاجة لازم تفكر فيها حتى لو مش هتتخذها على محمل الجد، لكن شوف حساباتك. الراجل ده شتمني، الراجل ده شكر فيا، هل الشكر ده هيزيد مني او ينقص مني؟ ابدا. خلاص، هل النقد ده هو مناسب ليا؟ هعمل بيه. لو هو بيتكلم في حاجه صح ولفت انتباهي لحاجه مش عيب، لو مش كده فخلاص. دايما هيبقى عندك وانت في سنه اولى وفي ثانيه وفي ثالثه حاجه كده زي ان انا جامد جدا، رقم واحد على كوكب الارض، مش انا اللي ينتقدني حد ولا يديني نصيحه في الحاجه اللي بعملها، فويس اوفر، مونتاج، حد يعدل عليا، مش انا اللي حد يعدل عليا يا ولاد. لا 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 لا، انسى الكلام ده خالص. دي سلسلة ماسكوم جايد، دليلك الكامل لكلية الإعلام. بنتكلم فيها عن كل حاجة في الكلية، أهم المقارنات بالكليات التانية، وإيه أنسب حاجة ليك. ما تنساش تعمل سبسكرايب، لايك وفولو، بقولها لك مرة كمان. وخليك فاكر إن المعلومة رقم 2 النهاردة هي أهم معلومة في الفيديو. المهارة الرابعة ودي ليها علاقة بسوق العمل شوية. ليه يا أحمد؟ علشان حضرتك لازم تفهم يعني إيه وان مان كرو، فريق العمل الواحد. بعد سنتين من التخرج أنا برفض وبقرر إمتى أروح وإمتى ما أروحش أي موقع أو جريدة، وإمتى أسيب أو ما أسيبش، وده لأن أمتلك قدراتي الإنتاجية. لو أنا النهاردة بعد ما اتخرجت ما عنديش خبرات إنتاجية محترمة، راجل عندي أساسيات المونتاج والتصوير والإخراج والإعداد، وعندي قدرة كاملة على بناء مؤسسات زي ما عملت ماسكوم بلاتفورم بالتعاون مع ناس محترمه تانيين. بمناسبه ماسكوم، لو عايز تتدرب تدريب مجاني عملي زائد نظري 100% وبنركز على عملي اكتر، تقدر تملى الفورم الفي اي بي اللي هسيبه لك في الديسكربشن وتسجل معانا، او تكلمني على الاكونت بتاعي على الانستجرام، او حضرتك تكلم ماسكوم بلاتفورم وهم التيم بتاعنا هيبعت لك كل حاجه. اسال على الورش، اسال على التدريبات، اسال على الكورسات، لان حضرتك وارد جدا ما تخشش اعلام فبالتالي هتكون بتدور على البدائل، فبالتالي في كل الحالات هتحتاج انك تطور من نفسك. فصدقني احنا هنقول لك تعمل ايه حتى لو ما عملتش ده معانا. ما كنتش هقدر اجي اتكلم معاك بكل قوه دلوقتي وانصحك كمان لو انا ما عنديش قدره ابني برنامج كامل من الصفر. وتقدر تروح تشوفه على صفحتي الرسميه سواء على اليوتيوب او فيسبوك، هتلاقي برنامج اسمه قهوه المونديال. المهارة الثالثة وهي السيلف ليرنينج، التعليم الذاتي. ناس كتير ما بتبقاش عارفة تجيب المعلومة منين، ما عندهاش قوة حقيقية في الريسيرش ان هي تعمل بحث كويس وتفهم موضوع بعمق من ابعاده كاملة. طب تعمل ايه؟ لازم من دلوقتي اول ما تقفل الفيديو ده ابوس ايدك تجري بسرعة تتعلم ازاي تتعلم. ايوه، تتعلم ازاي تتعلم. لازم ما تستناش كورس اوفلاين او تستنى الكلية تعلمك. زي ما قلت لك من شوية، اجري بنفسك، خد كورسات، خد مهارات. لو قعدت مستني اولى تانية تالتة رابعة تتخرج تتصدم بسوق العمل، ما معكش بورتفوليو، ده طبيعي. ايا كان الجامعة، خاصة حكومية، ايا كان الكلية، معهد او اعلام القاهرة او حتى اعلام عين شمس او حتى معاهد الاعلام، مش هيديك حاجة زيادة عن اللي بيديها ال5000 طالب في الدفعة، 1000 طالب في الدفعة، 10000 طالب على المستوى الجمهورية. ففي النهاية لازم انت اللي تجري ورا المهارات ويبقى عندك سكيلز قوية، ولازم تفهم الفرق بين يعني ايه هوية مهنية وانا مين كاعلامي او كشخص في الميديا وايه اللي هبينه للناس، والفرق بين
مجموعه الادوات اللي امتلكها والمهارات اللي عندي. بمعنى انا راجل عايز اكون اعلامي رياضي، لكن ممكن اكون مدرب اعلامي وادربك، ممكن اكون فويس اوفر واعمل فويس اوفر، ممكن اكون ديجيتال ريبورتر او مراسل تلفزيوني عادي جدا، ممكن اكون بعرف وبفهم في التسويق واعرف امسك اي براند اخليه يحقق مبيعات ملهاش حل واخلي كمان ليه تواجد قوي جدا على السوشيال ميديا. لكن انا مش ده الكارير اللي هبني فيه نفسي حتى لو بعمله. لكن انا بظهر للناس ايه؟ بظهر للناس ان انا اعلامي رياضي وشخصيه اعلاميه رياضيه، بحب الميديا وبحب الرياضه. ففي النهايه لازم تفهم الفرق بين الاثنين، وهنتكلم عنه اكتر في الحلقات الجايه. اعمل سبسكرايب واستنى حلقه جديده كل خميس الساعه 9:15. رقم 2، ودي اهم مهارة لازم تكون عندك وانت طالب اعلام او بتشتغل في المجال، وهي الصبر. الصبر مفتاح الفرج. لو قعدنا نتكلم عن الصبر كتير مش هنخلص الحلقة بتاعت النهاردة. انت حضرتك في مجال زي ده في فرص كتير جدا بالعبيط، ما تقلقش من الفرص، ولكن لو حضرتك حددت ايه اللي انت عاوز تشتغل فيه فبتبقى نسبة الفرص فيه متفاوتة. يعني اللي عايز يكون مذيع في اون سبورت او في الام بي سي مش زي اللي عايز يكون عنده شركة تسويق ناجحة او يلاقي فرصة شغل في شركة تسويق ب 10 15 20 الف جنيه. اكيد الموضوع مختلف لان الوظيفه نفسها مختلفه، لكن الاثنين في الاعلام في النهايه ده وده محتاج صبر، محتاج تتعلم، محتاج تتدرب ببلاش بفلوس، تاخد تجارب. مش كل التجارب لازم يكون فيها مقابل مادي كويس حتى لو كان قليل، لكن فيها خبرات كويسه. ده الاهم. انت صغير جرب كتير، من اولى اتدرب، من تانية اتدرب، من تالتة خد كورسات، من اول يوم ما تستناش حد يقول لك اعمل حاجه، انت اجري واصبر، اهدى، ما تستعجلش. الشيطان كتير جدا هيقول لك سيب المجال، لكن خليك فاكر وفاهم في المجال ده البقاء للاقوى. ليه؟ لان الفرص موجوده. النهارده الاعلامي اللي قاعد في قناه 10 سنين وهو اكبر منك ب 20 15 سنه، اكيد هيجي يوم والقناه دي هتحتاج مذيع. فانت لو بتعمل بيرسونال براند صح موجود في الميديا على طول، فاكيد هيجي وقت يقول لك احنا محتاجين مذيع ينوب عنه او يكون خليفته، فهنجيبك. وصدقني كل شهر كل اتنين كل سنه كل سنتين بتفتح فرص لاعلاميين كتير ومذيعين كتير. وانا هنا بتكلم عن مهنه واحده في بحر الاعلام، قيس على كده حاجات كتير بيتفتح فرص ومنصات جديده. انا ممكن في يوم افتح منصه اعلاميه مش تعليميه ليها علاقه بماسكوم، متفرعه من ماسكوم، اكيد هحتاج فريق اعداد، اكيد هحتاج فريق تصوير، اكيد هحتاج فريق مذيعين ومذيعات. فانا ممكن اقول يا جماعه تعالوا قدموا. فاذا الفرصه موجوده، ولكن انا هختار واحد واجهه متكلم لبق فاهم المهنة كويس وعنده الشغف حقيقي، مش واخدها وظيفة. المهنة دي المهنة الوحيدة اللي لو بقت روتين وظيفي زي أي موظف في أي هيئة خاصة أو حكومية ضاعت، لأنها مهنة إبداعية في المقام الأول. نمبر 1، المهارة الأولى ورقم واحد لأنك داخل مجال أصلا بيعتمد عليها، الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل. كنت عامل حلقة بشرح فيها يعني إيه تواصل وعملية الاتصال، تقدر تشوفها من الأي اللي هسيبها لك في الديسكريبشن أو تعمل سيرش في القناة عندنا هتلاقي الحلقة، وكانت بتتكلم يعني إيه إعلام. عايز تفهم أصلا يعني إيه إعلام بشكل عام بعيد عن الكلية والدراسة يا مان، خش اتفرج على الحلقة دي دلوقتي ويا ريت تكون قبل ما تنام. انت اصلا في مجال بيعتمد على العلاقات العامه والوسائط والمحسوبيه. لو انا ما اعرفكش معرفه شخصيه او حتى سطحيه، بس السطحيه دي بتقول لي انك شاطر في كذا وكذا وكذا وكذا، وعندي على الفيسبوك او انستجرام وظهرت لي فرصه، لو انا مش شايف فيك انك كويس او انت حتى شفتك في حته قبل كده او احتكينا ببعض او قدمت لي خدمه ما وعرفت انك كويس فيها، انا هجري عليك. انا اللي محتاجك مش انت اللي محتاجني. ما تفتكرش ان المؤسسات والصحف والجرايد والخ هي اللي مستنياك تجي لها وتجري عليها، بالعكس هم في وقت من الاوقات هم اللي بيجروا عليك. طب انا ما اعرفش حد جوه، طب ماذا بعد؟ ملهاش لازمه. مش عامل علاقات عامه مع ناس كتير، ملهاش لازمه. واحد تقول لي معنى كده ان انا اعمل علاقه مع صاحب القناه؟ لا بالعكس. فريق الاعداد اللي شغال في الامن، اللي شغال في الشارع، اللي معاك في الكليه، صاحبك اللي قاعد جنبك، ابدا من الكليه. وانا في الكليه كنت عامل علاقات من اول الامن، ازيك يا احمد عامل ايه وانا داخل، لحد عميده الكليه وهي بتكرمني في اي انجاز كنت ممكن اعمله، او صفحه الكليه بتنزل اسم كتير في اي حاجه بحققها. صدقني العلاقات العامه مش بس مع صاحب المؤسسه، ولكن مع، مش عايز اقول اقل ان كل الناس مهمه، لكن اصغر منصب في المؤسسه. خلينا اديك نصيحة أخيرة ومهمة جدا، وهي إن مجال زي الإعلام مش أي حد يخشه. فأنت لو من الشخصيات الضعيفة أو ما عندهاش النية إن هي تطور من نفسها وتبقى قوية ومش خايفة من حد، لأن المجال ده كله بياكل في كله، فلو عملت حساب لأي حد مش هتعرف تعيش أو تشتغل أو تاخد فرصة. المجال ده عاوز حد فعلا بيحبه، لأن في مطبات كتير عكس ما الناس بتقولك أو أنت بتشوف الدنيا وردي وما فيهاش مطبات.
بالعكس ده طريق مش سالك ابدا، عايز واحد وتد اسد، هتقع وتقوم، تقف وتكمل، ترجع وتروح. وهيبقى في النهايه السؤال الاهم، انت ليه مكمل؟ علشان بحب المهنه وبحب المجال، مش علشان الناس قالت لي ده في فلوس او في شهره ورايح له عشان حاجات ملهاش لازمه. لحد النهارده قابلت مشاكل كتير هحكي لك عنها الفتره الجايه، ولكن السؤال دايما والاجابه اللي بتخليني اكمل اني انا بحب اتكلم قدام الكاميرا ومهووس بالميديا، لذلك هفضل طول حياتي اتكلم فيها. حتى لو سبت المجال، حتى لو سبته، حتى لو اشتغلت حاجه تانية، حتى لو اشتغلت، هفضل اتكلم قدام الكاميرا لاني مرتبط ارتباط وثيق بيها وبحبها ولكنها مراتي. وفي النهاية خليك فاكر ان الاعلام مش مجرد مهنة، والميكروفون مش مجرد آلة، ده سلاح للي عنده رسالة. ماس كوم بلاتفورم، بيتك للإعلام الرقمي.